شهدت مدينة الجديدة حادثاً مأساوياً راح ضحيته شقيقان يبلغان من العمر 6 و4 سنوات إثر اختناقهما في حريق اندلع داخل منزل الأسرة بالسوق القديم، بينما نقل شقيقهما الثالث البالغ 1.5 في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس. الحريق الذي أتى على كافة محتويات المنزل وقع في ظروف غامضة، إذ كانت أبواب المنزل مغلقة، مما عرقل تدخل الجيران لإنقاذ الأسرة وصعب عمل فرق الوقاية المدنية التي واجهت صعوبة في السيطرة على الحريق. ولا تزال أسباب اندلاع النيران مجهولة، حيث تجرى تحقيقات لتحديد مصدر الحريق، سواء كان بسبب تماس كهربائي أو انفجار شاحن هاتف نقال أو تسرب غاز البوتان أو سبب آخر. وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق وتشريح جثتي الطفلين لتحديد الملابسات، فيما خلف الحادث صدمة كبيرة لدى سكان الحي الذين تجمهروا أمام موقع الحريق وسط استنفار أمني كبير.